رياضة هذا المساء. حسم أرسنال ديربي لندن لمصلحته أمام جاره تشيلسي حامل اللقب ب3 أهداف مقابل هدف واحد في قمة الأسبوع ال19 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. تقدم أرسنال بهدف أول سجله اللاعب ألكسندر سونغ في الدقيقة 44، وأضاف فابريغاس الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 51، قبل أن يختتم ثيو ويلكوت ثلاثية أرسنال في شباك تشيلسي الذي سجل له بيرتسلاف إيفانوفيتش الهدف الوحيد في الدقيقة 57 ليستعيد أرسنال المركز الثاني على بعد نقطتين فقط خلف المتصدر نادي مانشستر يونايتد. قال ماسيمو موراتي رئيس نادي انترناسيونال الإيطالي أن إقالة المدرب الإسباني رافائيل بينيتيز جاءت لفشله في السير على خطى سلفه البرتغالي جوزيه مورينيو. موراتي وفي تصريح له لصحيفة لا ستامبا الإيطالية أكد على أن إقالة بينيتيز من منصبه جاء كنتيجة حتمية بعد النتائج الضعيفة للفريق في الدوري المحلي وفشل في السير على خطى سلفه البرتغالي مورينيو في تحقيق الإنجازات من خلال أداء واضح وثابت بحسب رأي موراتي الذي أبدى ثقته في البرازيلي ليوناردو في مهمته الجديدة خلفا للمدرب الإسباني بينيتيز.